وطبعا لو هديتي بيها حد فهي هدية حلوة جدا، واللي اديتها له طبعا هيفتكرك كل يوم لاني بيستخدمها كل يوم، مش زي هدية دبدوب ولا ورد ولا الحاجات دي هتتهادى بيها مرة وهتتحط في الدولاب او هتتشال في حتة مش شايفينها كل يوم. دي مع الاستخدام اليومي هنفتكر صاحبها اكيد. نزلت بوست عن الاداة دي ولقيت تعليقات منكم كتيرة، كنت بسألكم يا ترى دي اداة ايه. ناس كتير علقت بحاجات كتير، بس التعليق اللي علق معايا ان قالوا انها اداة اللي هي بتاعة تقطيع التورتة. هي شكلها بس دي نونو قوي عنها. لا، هي دي اداة تنظيف اللسان. ولما كتبت كده ناس كتير استغربت ايه دي يا هبة، يعني ايه وبتستخدميها ازاي وجايباها منين وبكام، ولقيت عنها اسئلة كتير فقررت ان انا اعمل لكم عنها فيديو وانصحكم بيها كمان لانها حلوة جدا. طيب انا هقول لكم ازاي بستخدمها وجايباها منين وكل الاسئله دي، بس قبل ما نبدا الفيديو متنسوش لايك وشير الفيديو ده وفولو الصفحه بليز وانشر تحت لاصحابكم في تعليق. اول حاجه الاداه دي هي اداه تنظيف اللسان، هي منتشره جدا في الثقافات اللي بره ومعروفه في الدول اللي بره وحاجه اساسيه في الروتين بتاعهم، بس احنا هنا في مصر مش معروفه قوي. وانا واحده من الناس كنت جاهله بالمعلومه دي وما كنتش اعرفها، واول ما شفتها استغربت قوي قلت ايه ده، يعني ايه دي؟ بس طلعت انها حلوه جدا. اولا هي الناس مهما بتغسل اسنانها بيفضل في ريحه في البق كده اول ما بنصحى او حاجه، بيبقى في ريحه فم كريهه كده مش لطيفه والناس بتتضايق منها. دي بسبب الاكل والتصبغات اللي بتيجي على اللسان من تراكم الاكل والبكتيريا والحاجات دي. فالمفروض ان الاداه دي بتشيلهم، لو غسلتيها بالفرشه ما بتنضفش زي دي. الاداه دي انا جايباها من شركه بيورتن، يا رب اكون بقولها صح يعني. اهي عموما ده شكل العلبه واللوجو بتاعهم. حلوة جدا بجد، مشكورين ان هم عملوها وعاملينها كمان الوان. الجزء دوت اللي هنا ده عاملين منه الوان كتير عشان لو اكتر من حد في العيلة عنده منها يبقى الوانه مختلفة، كل واحد باللون المفضل بتاعه وما يتلخبطوش فيها، احمر واصفر واخضر وازرق وكل الحاجات اللي تحبوها والبينك والموف وكل حاجة. خلاص انا بتاعتي اللون الكافيه ده. الاهم بقى من الالوان ومن الحاجات دي حلوه جدا، تقدري ان انت تهدي بيها اي حد لو جوزك او خطيبك بيشربوا سجاير وربنا مبتليهم بالابتلاء ده، يا رب يعفو عنهم وعن الجميع يا رب منه. هيحتاج دي اساسيه، لان بجد السجاير والشيشه والحاجات دي بتعمل ريحه مش حلوه، وكمان بتعمل لون كمان اصفر على اللسان كده مش لطيف خالص. دي اهي شكلها، وبتيجي في العلبه دي وبتيجي معاها كمان رساله شكر كده جميله، وبتيجي كمان معاها رساله الشكر الجميله دي جوه العلبه، وكمان بيجي معاها ورقه الارشادات دي ان انت ازاي تستخدميها وتنضفيها وان انت التحذيرات بتاعتها وكل الحاجات دي اهي موجوده هنا. بتخلي ريحه البق حلوه، ما تخليكيش ان انت بقى تجيبي المعطرات بتغنيكي عنها، معطرات الفم ديت. معطرات الفم كل ما هتخلص هتضطر تشتري واحده، دي بتشتري واحده في العمر، دي في حدود تقريبا ال 250 جنيه. طبعا مش غاليه خالص على الوظيفه بتاعتها وعلى انها مره واحده في العمر. احنا الفرشه بنجيبها ب100 وشويه، كل شهر بتغيري واحده، يعني دي شهرين حق فرشه. تمام، مش غاليه خالص وحلوه جدا جدا. طيب بتستخدم في ايه؟ انتي بتغسلي اسنانك كل يوم بس مش لسانك، وحتى لو بتغسلي لسانك دي غير، زي ما بالظبط بنستحمى كل يوم بس لما بنروح نعمل الحمام المغربي بتتفركي الفركه بتنزلي جلخ السنين، هي دي كده بتشيلي جلخ السنين من على اللسان. تحفه 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 يوم، بس لما تعملي بدي هتحسي احساس رهيب انا مش عارفه اوصفهولك الا لما انت تجربي بنفسك، لازم تجربي. بتستخدم ان احنا بنكحت بيها اللسان كده، بس المهم ان انت ما تضغطيش جامد قوي، مش تحسي من كتر حلاوتها نقوم كحتين معورين نفسنا، لا بالراحه. بنكحت كده بالراحه بتلاقي لون ابيض كده بيبدا ينزل، ولون اللسان نفسه مع الوقت تلاقيه يبقى لونه وردي الطبيعي، ولا هو ابيض ولا هو اصفر ولا ليه ريحه ولا عليه بكتيريا ولا كل الكلام ده. خصوصا المدخنين، لو تعرفي حد مدخن لازم تجيبها له هديه، وربنا يعافيهم يا رب ويتوب عليهم كلهم ويكرههم فيها كمدخن او شيشه او الحاجات دي كلها. بتعمل ريحه في البق مش لطيفه وبتغير كمان لون اللسان، فيفضل ان احنا نستخدم الاداه دي من تنظيف اللسان. هجربها معاكم لو عرفت، عشان بجد انا محروجه جدا ان انا اجربها قدام الكاميرا، فهجرب ان احنا ما نبهدلش الدنيا، ولو الشكل مش لطيف هقص وهوريكم على العلبه هي بتستخدم ازاي. بصوا انتوا بتبداوا ان انتوا طبعا بتبقوا على الحوض غسلتوا اسنانكم خلاص، هننضف اللسان وخلاص. انا هنا حاليا حاطه المناديل دي. نبدا ان احنا نمسك الاداه كده وبتخرجي اللسان كده يعني
شفتوا المادة اللي طلعت دي؟ ده كده من غير معجون، من غير اي حاجة استخدمتها، وشفتوا عملت ازاي. طبعا بقى ان انت تنضفي بيها يومي بتفرق جدا. لو حد مدخن لازم تجيبها له، لازم تجيبها له. تنظيف اللسان لازم تخليها من الروتين بتاعك، وبعد ما بتخلصي بتعقميها وبتشيليها، وكل يوم تستخدميها وبس كده، وهي حلوة جدا جدا جدا، وبجد اما تجربيها هتدعي. يا رب اكون رديت على كل الاسئله بتاعتكم. لو لسه في اسئله اكتبوا لي في التعليقات، ان شاء الله هرد عليها. وكمان هعمل لهم منشن للصفحه بتاعتهم تحت في التعليقات عشان اللي عايز يخش يطلب من عندهم. وبس كده، استنوني في فيديو جديد وحلقه جديده في فنون مع هبه. يلا باي.